كان الافريقي الوحيد في تاريخ الاهلي اللي لبس رقم 19 خط وسط سوبر، وكان اغلى صفقه في تاريخ الاهلي سنه 2004. ظلمته الاصابه وافتقدناه بعد اول مباراه رسميه مع الفريق. حلقتنا النهارده عن اكوتي منساه، محترف الاهلي السابق. هنعرف انضم ازاي للاهلي وعمل ايه وراح فين بعد الاهلي. هي حلقه فعلا ممتعه جدا، فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك، ويلا بينا نبدا الحلقه. في موسم 2004-2005 المصري كان عنده واحد من افضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري بشكل عام. لاعب عنده 21 سنه، مبشر جدا ومقدم مستويات سوبر، وطبعا لفت انتباه النادي الاهلي علشان يتم التعاقد مع اللاعب في موسم 2005-2006. كانت صفقه كبيره وقتها وعملت ضجه كبيره في الشارع الرياضي، لان اكوتي كان احد اهم لاعبي الدوري المصري ولاعب مميز جدا. ولكن الضجه ما كانتش علشان كده، الضجه كانت في قيمه الصفقه، لان اكوتي انتقل للاهلي ب9 مليون جنيه، وده كان اغلى رقم تم دفعه لاي لاعب في تاريخ الاهلي وقتها. مش بس كده، كمان كان المقابل انتقال خالد بيبو ومحمد فضل وعاشور الادهم اللي كان احد ناشئي الاهلي وقتها. انت متخيل اللي حاصل؟ بتدفع فلوس وبتدي المصري 3 لاعبين كمان، من ضمنهم بطل 6-1 ومحمد فضل اللي بعدها بيكون هداف الدوري، وعاشور الادهم اللي عمل تاريخ كبير جدا مع النادي المصري. واعتقد يعني انك اول مره تعرف ان عاشور الادهم من ناشئي النادي الاهلي لو عاصرت اللاعب. يعني الرابط ما بين حسام حسن وهاني سعيد وعاشور الادهم، والثلاثه من لاعبي النادي الاهلي السابقين. المهم الكل بقى منتظر يشوف اكوتي مع الاهلي هيعمل ايه، ولكن حصلت صدمه كبيره مع اول مباراه ليه مع الفريق، لان اكوتي منساه اتصاب بقطع في الرباط الصليبي في المباراه اللي كانت امام انيمبا النيجيري في دوري ابطال افريقيا، وكانت صدمه كبيره وقتها. ولكن قدر الله ما شاء فعل، الكل بقى منتظر اكوتي يرجع من الاصابه علشان يقدم المستوى اللي كان بيقدمه مع المصري ولكن مع النادي الاهلي. وبعد عوده اكوتي من الاصابه شارك مع الاهلي ولكن ما قدمش المستوى المتوقع منه. واهم مباراه في تاريخه كانت امام الصفاقسي 2006 في نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه الشهيره اللي كان فيها الهدف القاتل لمحمد ابو تريكه. واعتقد يعني كلنا شفنا الهدف ده. شادي محمد، كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد متعب، مرتده، تصويب، وجول جول جول جول! الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. المهم اكوتي لعب مع الاهلي على مدار موسمين 19 مباراه فقط، ولا سجل ولا صنع، وكانت صفقه الصدمه بالنسبه لكل الجماهير المصريه. ولكن طبعا اتعودنا اللي يدخل الاهلي فاضي لما يخرج هيكون عامل تاريخ كبير، واكوتي قدر يفوز مع الاهلي ب5 القاب، 2 دوري و2 دوري ابطال افريقيا وسوبر مصري. علشان في موسم 2007-2008 الاهلي خد القرار انه مش هيتم قيد اللاعب اطلاقا، وهنا اللاعب اصبح لاعب حر ويحق ليه الانتقال لاي فريق مجانا علشان يرجع المصري مره تانية. في حدوته حصلت اثناء الفتره دي علشان ينتقل اكوتي للمصري، بس منعا للمشاكل مش عايز اتكلم فيها. شكل محمد فضل يمشي كمان، ادي اكوتي انطلق، تقدم، فرصه الدقيقه 24. شوف الاعاده مره ثانيه، شوف الاعاده، عدى الراجل هنا، جميل جميل جميل، حط بقى معلم يا اكوتي يا منسى. شوف الراجل حطها ازاي، هنا الخطا من هاني سعيد وراجل موت. المهم رحل منساه في موسم 2009-2010 الى نادي الليرس البلجيكي، لعب 26 مباراه في الدوري وصنع هدف. بعدها يرجع الدوري المصري مره تانية الى وادي دجله، واللي ما يعرفش الليرس ودجله يمتلكهم رجل الاعمال المصري ماجد سامي. المهم اكوتي مع دجله قدم افضل مواسمه على المستوى الرقمي، لعب 34 مباراه، سجل 4 اهداف وصنع هدف، وكان واحد من افضل لاعبي الدوري وقتها. وبعد اكتر من موسم مع دجله ينتقل للدوري العراقي، ولعب لفتره صغيره جدا بعدها اعتزل. ثاني لفريق الكهرباء بالدقيقة 49، بالدقيقة 49 ينجح اللاعب رقم 14 الغاني منساه آسن. اكوتي كان لاعب مميز جدا، خط وسط فعلا جيد على المستوى الدفاعي او حتى على المستوى الهجومي، كان عنده امكانيات كبيره وكان يقدر يمثل اضافه كبيره للاهلي. ولكن بتجيله اصابه مع اول مباراه ليه مع الفريق، وطبعا الاصابه دي غيرت مسيرته 180 درجه. اكوتي يمكن يكون ما كانش موفق مع الاهلي، ولكنه عمل تاريخ كبير، مش لانه كان لاعب مؤثر، لا، علشان كان متواجد مع اعظم نادي في القاره. وزي ما قلت لك اللي يدخل الاهلي فاضي لما يخرج لازم يكون عنده كميه بطولات مميزه، وده اللي حصل مع اكوتي منساه واكتر من لاعب تاني. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، عاوزك تقولي في الكومنتات تحت هل شفت اكوتي منساه مع الاهلي، ولو عاصرت اللاعب في اي وقت على مدار مسيرته
عاوزك تقول لي هل هو كان لاعب جيد ولا انت شايف ايه. واخيرا قول لي الحلقه اللي جايه عاوزها عن مين من سلسله حلقات نجوم مروا من هنا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.